تعالوا نتوقع ربع نهائي بطولة كأس العرب، ومن هم المنتخبات اللي راح يتأهلون للنصف نهائي. أول مباراة عندنا المنتخب السعودي ضد المنتخب الفلسطيني. هاي المباراة راح تكون مو طبيعية. المنتخب الفلسطيني مقدم أداء بالبطولة ولا أروع، وكذلك المنتخب السعودي، فتوقع راح يكون صعب. أتوقع آسف للمنتخب الفلسطيني، بس أتوقع السعودية يعبر. وثاني مباراة عندنا المنتخب المغربي ضد المنتخب السوري. يا اخوان شو المواجهات؟ شنو هاي المواجهات؟ المنتخب السوري مقدم اداء بطولي ورجولي مو طبيعي، والمنتخب المغربي هو المنتخب المغربي يعني ابطال العالم، فاتوقع هناك كفة تميل للمنتخب المغربي. اسف للمنتخب السوري، اتوقع المغرب يعبر. المباراة الثالثة ادري انتم شو ويانا، المنتخب العراقي ضد المنتخب الاردني. انتوا ورانا ايش درنا من عنده؟ هاي المباراة ما تخضع لأي معايير. هاي المباراة راح تكون 90 دقيقة بالملعب. المنتخب العراقي والمنتخب الأردني مقدمين أداء بالبطولة مو طبيعي، وخاصة أن الفرق مشاركة بالفرق الثانية، والمنتخب العراقي أتوقع أنه فاجأ الجميع بالأداء اللي طلع به. أتوقع وأتمنى أنه منتخبنا الوطني. والمباراة الرابعة المنتخب الجزائري ضد المنتخب الإماراتي. يمكن هاي أكثر مباراة ما تنحزر، أكثر مباراة يمكن ما أقدر أتوقعها. فما أدري يعني الفريقين مو بمستواهم، والفريقين ما مقدمين المستوى اللي مطلوب من عندهم. اتوقع اسف للمنتخب الاماراتي، اتوقع الجزائر يعبر. وهيك اكتمل عندنا النصف النهائي المربع الذهبي. المنتخب العراقي بمواجهة المنتخب السعودي، مباراة آسيوية، والمنتخب المغربي بمواجهة المنتخب الجزائري، مباراة أفريقية. ونشوف يا آسيوي ويا أفريقي يوصل للنهائي. وانتم من تتوقعون يا هم المنتخبات اللي راح يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب؟ كتبوا لنا بالتعليقات.